كيفاش تتحصل على الفيزا تاع سلطنة عمان وشحال تستقام لك الرحلة ليها؟ هذا هو الموضوع تاع هذا الفيديو. ماذا بيا تتابعوا حتى التالي باش توصل للمعلومة. قبل ما نبداو الخوة عطونا لايك لهذا الفيديو واشتركوا معنا في القناة إذا أول مرة تشوفوا فيديوهاتي ليصلكم كل ما هو جديد حول السفر والهجرة وكل ما يتعلق بالتأشيرة. دعم وليد بلادك يا مواطن، ويلا مع الفيديو. الفيزا تاع سلطنة عمان الخاوة هي عبارة عن فيزا إلكترونية، تجي ورقة ماشي فيزا مطبوعة في الباسبور، والإجراءات تاعها هي إجراءات سهلة، ما تحتاج لا دوسي لا والو. تحتاج باسبور وتصويرة، هذا مكان صورة شخصية بخلفية بيضاء وصورة للصفحة الأولى لجواز السفر. شحال تقعد باش تخرج فيزا سلطنة عمان؟ ما غاديش تفوت لك 5 أيام، 3 أيام، 5 أيام، 4 أيام، وكان اللي تخرج لهم في 24 ساعة. في الوقت الحالي بالنسبة للرجال ولا للنساء ولا للعائلات كاع تخرج لهم، راه فيها ردود إيجابية ما فيهاش الرفض. الخاوة في تاريخ تصوير هذا الفيديو وكي ندير لكم فيديو راني نهضر على روحي، يعني درك اذا انت قدمت طالب وعطاوك رفض ولا در حالتك وكاله في ولايتك خويا، انا لا اتحمل المسؤوليه. انا راني نصور لك فيديو، راني نعطيك معلومات مجانا. تبغي تخدم عندنا في المسافه مرحبا بك، تبغي تخدم من جهه اخرى الله يسهل عليك. واش هي؟ عرف باللي كاين فرق ما بين وكاله ووكاله، ما بين مكتب ومكتب. بالنسبه للخوال سعر تذكره الطيران من الجزائر الى سلطنه عمان راه غالي شويه، ما غاديش تلقاه بالجمله الا 3، راه غالي شويه، يبدا من 6 ملايين وطلع، يعني انت حسب على 6 ملايين 7 ملايين فما فوق. باش تعرفوا الاسعار الخاوه زوروا موقع اسمه سكاي سكانر، ولا اي واحد فيكم خاصه بيه رخيص لسلطنه عمان او اي دوله اخرى مرحبا بكم عندنا في المسافر. المهم الخاوه هذا كان شرح بسيط حول فيزا سلطنه عمان. اي واحد فيكم محتاج فيزا سلطنه عمان مرحبا بكم عندنا في منصه مسافر، ولا مرحبا بكم عندنا في ولايه تلمسان. في ولايه تلمسان راه عندنا زوج عناوين، راه عندنا عنوان مختص بالرحلات المنظمه خارج البلد، راه عندنا عنوان تاع تلمسان سونتر فيل، هذا اللي مختص بالامور المتعلقه بالتاشيره وموضوع الاقامات في دول الخليج. المنصه تاع مسافر درناها بالنسبه للناس اللي ما تقدرش تجيني المكتب، يعني من دارك تقدم على الفيزا اللي راك باغيها، من دارك تبدا الاجراءات تاع اي فيزا راك باغيها في حاله كانت متوفره عندنا. ادخل منصه مسافر، اضرب طله ما راك خاسر والو، تحتاج حاجه مرحبا بك. كما قلت لكم مسبقا جميع خدماتي راني دايرها في منصه مسافر، ما كاينش غير هاد الفيزات اللي ذكرتهم في هذا الفيديو، راه كاين بزاف. ابحث على المنصه ولا حمل التطبيق الخاص بمنصه مسافر وادخل ضرب طله، راه كاين بزاف خدمات وانت اختار الخدمه اللي تساعدك واللي راك محتاجها. نقولوا على سبيل المثال خاصك فيزا تاع الصين، ابحث على فيزا الصين وقدم طلب، عمر المعلومات نتاعك وحط رقم الهاتف واكد طلبك، وراح نتواصلوا معك في اقل من 24 ساعه لبدء الاجراءات. كما قادر تتواصلوا معنا في هذا الرقم، لكن من المستحسن تقدم طلب في منصه مسافر باش حنا اللي نعيطوا لك، باسكو قادر تعيطنا في الرقم وما تشدناش لان الرقم عليه ضغط كبير، ممكن انت تعيط في نفس الوقت اللي يكون يعيط فيه شخص اخر. راهي عندكم منصة مسافر، كل خطرة راني نزيد فيها خدمة جديدة، والناس اللي تعاملت معايا في منصة مسافر راها تعرف العقلية. ان شاء الله نكون فدتكم بمعلومة، نتلاقاو في يوم جديد وفيديو جديد. سلام عليكم.